عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نشوف هذا الفيديو ونعلق. اللي بس هو شوف عامل النظافة طالع ويانا، يعني صارت الصورة طالعة فهو ما اقدر اطقها وتعيرنا على فقري. امس واليوم الناس تنشر وتستنكر ما قامت به الناشطة، ما ادري الاعلامية، ما ادري الشاعرة فاطمة قيدار. تفتري بين الناس شنو وظيفتك؟ ماكو. وتقول فاول الصورة طالع بيها عامل النظافة. حسبي الله ونعم الوكيل. مين يتلقاها عامل النظافة؟ منك، من ظلم مدير قاطعة، من ظلم مدير العام، من ظلم الحكومة المركزية اللي لغاية الآن راتب مهندس النظافة 260,000 وعدة عائلة، وإذا تمرض يراد له 300,000 بيوم واحد، أو زوجته تمرضت أو ابنه أو ساكن بالإيجار. عامل النظافة من يدرب معاناة عامل النظافة؟ لولا عامل النظافة النفايات تصعد لهنا. لعد ايش تردين؟ بلد كله مهندسين؟ لو بلد كله مسؤولين وسياسيين؟ منو يبني البيت؟ منو ينظف الشارع؟ شنو تردين عمي؟ صورة فاول طالع بيها عامل النظافة. لغاية الآن انتظرك من أمس واليوم الناس تستنكر، ما نزلت فيديو وتواضعتي واعتذرتي. من تكونين أنت أمام عامل النظافة؟ شنو مقدمة للبلد أنت؟ قدمت مثل ما قدم عامل النظافة؟ عامل النظافة مظلوم. على السيد رئيس الوزراء أن ينصف عامل النظافة أسوة بقية الوزارات. عامل النظافة ما عنده إجازة، عامل النظافة بالخيشة، عامل النظافة بالنفايات، عامل النظافة بالأمراض مال النفايات اللي جاي شمه. تطلع حضرته والله عامل النظافة فاول. كافي استهزاء بالطبقات المستضعفة. نصفوها، لا من صفة من مجلس النواب، لا من رئيس الوزراء، لا من محافظين، لا من مدراء، لا بعيد لا مناسبة. 24 ساعة بالشارع عامل النظافة. طلعين حضرتك انت مرتاحة مسويتش برنامج مال شعر وابوذيات وحبويات والناس حال الضيم حالها. كافي عيب. وين رايحين احنا؟ من امس واليوم ردناش طلعين اعتذار ماكو. كافي دمرتوهم. مين يتلقونها؟ منك؟ من الحكومة؟ مين يتلقوها عامل النظافة؟ مين يتلقاها؟ انا مو سويت هذا الفيديو على مود والله حتى الناس تشوفني، لا ادخلوا على صفحتي وشوفوا الفيديوهات انا مسويها ونطالب حقوقهم من دون خلق الله. لا راتب زين، لا قطعة، لا استراحة، لا عطلة لوحة، لا جمعة لوحة عطلة. 24 ساعة بالشارع عامل النظافة. عامل النظافة فقط، مو المدراء، مو مدراء، ما ادعي المدراء، عامل النظافة فقط. مظلوم عمي، والله مظلوم. عليك ان تطلعين للاعلام وتعتذرين حاليا. من امس واليوم الناس تستنكر وتنشر فيديوك وانت ولا كانما صعدت براس الناس الفقره العفويه المستضعفه، وظلت تتابعك الناس وظلت تسوين الاعلان ب 50 ورقه وبدفتر. فاطمه قيدار شنو قدمتي انت للعراق؟ نظفتي بابك؟ نظفتي للشارع؟ ناشدتي على بطاقه تموينيه؟ ناشدتي على العلاج بالمستشفيات؟ شنو قدمتي حضرتك انت؟ قاضتك ما يكون تفترين. رفعت الظلم عن الناس، وجهت مناشده للحكومه المركزيه بد يوم. شنو قدمتي انت؟ مين يتلقاها عامل النظافه؟ لا من صف الاعلام، لا من صف المسؤول. كافي عمي، كافي. نصف هاي الطبقات المستضعفه اللي ما عندها صوت. كافي. عامل النظافه حتى ممنوع عليه يطلع بالاعلام ويحكي بمظلوميته مثل الناس، هم خاف يحكوا ويبطلونه. مظلوم عامل النظافه، من المراقب ماله المدير قاطع المدير عام. على السيد رئيس الوزراء ينصف مهندس النظافه. اضعف شريحه حاليا بالمجتمع، بالقران اضعف شريحه، واحس بهذا صوتي اتقرب لله بيهم انا. كافي. كافي الخاطر الله، كافي. نصف هاي الشرائح المستضعفه، الخاطر الحسين غير بريء الذمه ما يوصل صوت الرئيس الوزراء ويشارك هذا الفيديو.